السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بتقول اتجوزت جواز صالونات. كنت مخطوبة لابن عمي وفركشنا وكده. فاختي اتجوزت وبعد كده ايه جابت لي اخوه، فكده اختين واخدين اخين. بس انا كنت عارفة من الاول ان هو بيحب واحدة تانية، بس انا كنت عايزاه وبحبه فما رحت ماشية الجوازة. حتى لما كان يجي يقعد معايا ما كانش بيتكلم خالص، مرة يتكلم مرة انا اتكلم. كنت انا اللي قلت ايه كده كده يحبني يعني وكده. بعد كده مامته تعبت، راح قال لي خلاص نكتب الكتاب عشان لما تروح تزورها لو تعملها حاجه يبقى ايه عادي محدش يقولك لا. فقلت له فعلا كتبنا الكتاب، هو معتذر اصلا ان احنا نتجوز بسرعه بس هو مرضيش. وكل ما انا اجر فيه يعني كلام وعلقه بيا ما فيش. راح في يوم راح قال لي بقولك ايه، انا حاسس ان انا هظلمك، انا بحب واحده تانية من ايام الجامعه واهلي اللي ضغطوا عليا. قال عشان انت ناس كويسه واهلك ناس كويسين فقلنا ايه. امي قالت ايه اخد اختين لاخين عشان ما يخربوش البيت يبقوا متفقين مع بعض وكده. طول قعدت اصوت وقعدت اعيط وانهارت وقلت لاخوه وقلت لاهله وقلت لاهلي وخربوا الدنيا واتخانقوا معاه، واخوه الكبير اللي هو جوز اختي شتمه. وابوه قال له لو فضلت على رايك خد هدومك وامشي ومالكش دعوه بينا، وعايز تروح تخطبها روح اخطبها لوحدك. فبيقول فعلا راح لم هدومه ومشي وقعد عند خالته في بلد تانية، وخالته الوحيده اللي مطوعه لكن كلنا قلبين عليه. وفضلت احرب لحد ما عرفت جبت رقمها. وطبعا كالعاده ايه ان هددتها ومش عارفه ايه، قالت لها انا بقول لك ايه انا سبته كذا مره واديتك فرصه ان هو يحبك وانت تخليه يحبك وانت ما عرفتيش، يبقى انا كده خلاص ماليش فيه. فبتقول والله انا حتى لو مش عايزه اتجوزه عندا فيها عايزاه يرجع لي، فانا اعمل ايه؟ هو كده ظالمني فانا بقى همشي الجواز غصب عنها وعنه عندا فيها هي. فبتقول هو متربس دماغه وبيقول لا، مهما كان ومهما حصل انا مش هسيب حبيبتي الاولانيه، وانتوا اللي ضغطتوا عليا وانا ما اتجوزكيش واظلمك ونجيب عيال وبرضه كده كده مش هحبك. فبتقول وجع كرامتي قوي فانا مش عارفه اعمل ايه وارجعه ليا ازاي. يعني انا هو ما ظلمكيش، انا مش شايفه ان عندك كرامه بربع جنيه. انتي بتقولي من الاول اصلا هو مش بيحبك، وافقتي ليه؟ هو كان عاجبك وانتي عايزاه، وبتقولي قعدتي معاه وكلمتيه وهو ما كانش جاي منه حاجه، فخلاص انتي عايزه ايه؟ وهو بيقولك انا بحبها من ايام الجامعه لكن اهله ما كانوش موافقين. ده هو بقى حر مع اهله، لكن انت ازاي تبقي عارفه ان هو مش بيحبك بيحب واحده تانية وتقبلي تتجوزي وتكتبي الكتاب كمان؟ انت احمدي ربنا انت ما اتجوزتيش وخلفتي ويرجع يسيبك، انت كده على البر احسن لك. لكن تتجوزي عند هيطلع عينيك وهيبهدلك وهيمرمطك وفي الاخر برضه هيطلعك ويروح يتجوز غيرك يا اما يتجوزها. فانت اللي جايبه لنفسك صراحه يعني. لا بلاها خالص، اطلعي بكرامتك كده بالشياكه وسيبيه ادام عرفت انه بيحب واحده تانية سيبيه. وانتي جيلك نصيب تاني. انتي بتقولي خالته اللي مشجعاه، لا مش مشجعاه، هي شايفه ان هو عنده حق ان الرجاله ما تتغصبش على جوازات ونرجع نطلق ونرجع نعمل مشاكل تانية. طب على ايه؟ وانتي تقبلي على كرامتك ازاي تاخدي واحد ما بيحبكيش؟ انا شايفه ان انتي اللي غلط مش هو. سيبيه وفي الاول وفي الاخر الجواز ده نصيب. وانتوا قولوا لكم في الكومنتات وصلوا على النبي يا جماعه ولايكات بقى، وسلام عليكم فيديو جديد.